السلام عليكم، كنرحب بكم في قناة إبداعات حنان. هذا يكون أول فيديو ليا في القناة. كنتمنى الوصفات اللي نقدم لكم في قناتي يفيدوكم، خصوصا للمبتدئات والمبتدئين. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال الملوي كيجي رائع بمعنى الكلمة. إذا تبعتوا المراحل أو الطريقة 100% غادي ينجح لكم. إذا للوصفة كنحتاجو إذا عندنا نصف كيلو ديال الطحين فورس ديال الحلويات، نصف كاس الفينو، ملعقة كبيرة الزبدة بحرارة المطبخ، ملعقة صغيرة ديال الملح، جوج كيسان العنبة ديال الماء. أنا الكاس هنايا استعملت فهو قياس العنبة. كنديرو كلشي في العجانة إلا الزبدة، وكنديروها تعجن مزيان أو تدلك مزيان. ملي كتشد لينا العجينة راسها وكنشوفوها تدلكات مزيان، كنضيفو داك ملعقة الزبدة وكنرجعوها تدلك مزيان. بالنسبة للقوام ديال العجينة ما خصوش يكون خفيف، ما خصوش يكون قاصح، يعني خصو يكون ما بين وما بين. لاحظوا معايا في الفيديو ها القوام كيف خصو يكون من بعد إضافة الزبدة. كنخليوها ترتاح ثلث ساعة وكنرجعوا ليها باش نقسموها. غنشد العجينة ديالي غادي نقسمها إلى نصفين، وكل نصف غنقسمو عاوتاني إلى على جوج، إلى نصفين آخرين. من بعد كل كرة أنا غنقسمها لجوج كرات باش يجيني مجموع 8 ديال الكرات صغارين. اللي بغاهم يكونوا كبارين غيخلي مثلا هاد 4 ديال الكرات بحال هكا. كنخليهم يرتاحوا 10 دقائق بين ما كنوجد الزيت والزبده والطحين الفينو ديالي. انا هاد الزبده كنستعملها دايبه، ما كتجيني احسن من انها تكون بحراره المطبخ، خصوصا في التورق. الطريقه ديال تطليق العجينه كنبداو نطلقوه فقط بالزيت، ما كنستعملوش ملي كنبغيو نطلقو ما كنستعملوش الزبده، كنخليوها كنديروها لداخل هي الفينو. كنبداو نطلقو. الطريقه الصحيحه باش كنطلقوها كنمشيو للبلايص اللي باقي مغلاض باش تجي كلها متساويه ورقيقه. يعني ما نخليش مثلا الجناب رقاقين والوسط غليظ، ولا الوسط رقيق والجناب غلاضين. خصها تكون كلها متساويه، وانا كنمرر يدي عليها، ما كتبقى تبان لي حتى شي بلاصه باقا غليظه. من بعد كندير الزبده وكنرش الفينو ديالي وكنجمع الجهات بجوج. ملي كنجمع جهات بجوج كنعاود ندير الزبده ديالي وكندير الفينو وكنلوي العجينه ديالي. شوفوا معايا هنا كنوريكم الفقاعات. هذا دليل على ان العجينه مرتاحه مدلوكه مزيان واخده حقها من كل مرحله، وهذا الشيء جد مهم. العجينه خصها تاخد حقها في كل مرحله، في كل مرحله خصها ترتاح، في كل مرحله خصكم تتبعوا الطريقه كما يجب، ولا تبعتوها كونوا اكيدين انها غتجيكم مورقه ملوي رائع مورق. نعاود لكم كرة اخرى باش تشوفوا المراحل. وكنكملوا مع الكرات حتى كنساليو. الا كان عندنا المطبخ ديالنا يعني فيه الحراره مرتفعه، كنفضل ملي نسالي الكرات ديالي نديرهم شويه في الثلاجه باش كيبقاو شادين راسهم، حيت الا ما درتهمش في الثلاجه وكان عندي المطبخ سخون غادي ترخى ليا العجينه مع ديك الزبده وغتعذبني في الطيب. من بعد ما كنساليو جميع الكرات كنديروا الفراح ديالنا يسخن، وكنبداو نطلقوا العجينه الاولى اللي كنا لوينا وتكون ارتاحت،
وكنعقلوا على الترتيب ديالهم. كنبداو بالعجينه الاولى اللي ارتاحت، وكانت هنا كنستعين بورق الطبخ باش كنطلق العجينه، باش ملي كنجي نهزها نحطها في الفراح ما كتعذبنيش ولا هذا ما كتبقاش عندها نفس الشكل. بالنسبه لحجم العجينه يعني في الطليق ما متوسط ما رقيق كيف لاحظتوا في الفيديو. وكنحط العجينه ديالي فوق الفراح. بالنسبه للطياب، بالنسبه للعافيه، فهي عافيه متوسطه، ما كتكونش عافيه مهيله بزاف وما كتكونش عافيه مجهده، لان اذا كانت عندي عافيه مجهده فهي غادي طيب ليا من جهات بجوج، غادي تقرمش ليا ومن الداخل تبقى معجنه. لان عافيه متوسطه غادي تقرمش ليا من جهات بجوج ومن الداخل غتكون مورقه. كنبقاو نقلبوا العجينه من الجهات بجوج، فهذه هي الطريقه الصحيحه للطهي. كنقلبوا العجينه من الجهات بجوج، وانا مره كندير شويه ديال الزيت هكا غير شيشه خفيفه بصبعي هكا بالاصابع ديالي. ما كنتسناوش حتى كطيب واحد الجهه عاد كنقلبوها، لا هي باقا ما طيباش وانا كنقلب وانا كندور وانا باش العافيه كدوز ليها من الجهات بجوج ومن الجوانب بجوج. صدقوني فهي كتجي رائعه، مقرمشه من برا ومرقه من الداخل، رائعه وكذلك في المذاق بنينه. كنتمنى تجربوها، واذا عجبتكم الوصفه خليو لي لايك وخليو لي تعليقكم زوينه، واي سؤال عندكم انا غادي نقرا جميع الاسئله وغادي نجاوب ونقرا التعليق كاملين. تابوناو عندي باش يوصلكم الجديد ووصفاتي اللي غادي نحط ان شاء الله، وبصحه والراحه.